السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معانا يا جماعة النهاردة الحلة الترند، حلة المطبخ الترند، الحلة السمارت، حلة يا جماعة السمراء اللي انتوا شايفينها بمشتملات، اللي احنا شرحناها قبل كده في كام فيديو. وفي منها كام فئة، في منها حاجات عادية، في منها فئات متوسطة، في منها فئات عالية. الحلة اللي معانا النهاردة حلة من الفئة العالية. ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله، باينة أصلا من شكلها. حلة جميلة جدا ممتازة، فيها اوبشن عالي، فيها حاجات ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نفس اللي بيحصل في كل حلة ونفس اللي موجود في كل حلة، بس الفرق في إمكانيات، في يعني إمكانيات الخلاط، نوع الحلة، الفينش بتاعها، اللمسة الجمالية بتاعتها. ما شاء الله الحلة اللي معانا دي حلة جميلة جدا. احنا برضه يا جماعة عند كلامي، الحلة الاستانلس أنا بفضلها بصراحة. يعني دايما بنقول للعميل عندك كم أنواع الحلل، ونوري له الصور ونوري له فيديوهات لحلل كتير وطريقة الشغل. الخلاطات اللي هو الخلاط النيكل 2 في 1 3 في 1، الخلاطات الشيف كلها بنوريها له وهو بيختار. بس انا بفضل الحله السلستين، رفعتها برضو في فيديو 2 قبل كده. بس طبعا دي الراحه بترجع للعميل وحسب ذوقه. احنا بنركب اللي هو عاوزه، بس بنقول له على يعني على الافضل. بس عشان المشاكل طبعا لما بيقع في اي مشكله بتصل على السباك اللي عامل له الشغل ويجي يحل له المشكله. فاحنا بنقع في مشاكل كتير في الحله السمارت دي، مشاكلها كتير، وبتعمل مشاكل كتير في المطابخ يعني. بس ما شاء الله هي اوبشن بتاعها عالي، وحله جميله، حله منظرها حلو واستخدامها حلو. ولو ركبت عليها موتور ضغط، لو راكبه في مكان في موتور ضغط، ما شاء الله بتشوف جمالها وتشوف حلاوتها، لان الفينش بتاعها مع موتور الضغط جميل جدا وعالي جدا.